بالي اليوم فما ورشات عمل بالنسبة للبرامج الجهوية، وهذا شيء ضروري لأن البرنامج الوطني يعطي فكرة عامة على توجهات الحزب ويطمن المواطنين بشكل عام على أن الخيارات هذه في خدمة البلاد. الحزب نتاعكم تعرفوه أن نصوروا كيف ما القاطرة اللي تجبد القوى هذه الوسطية الاجتماعية الديمقراطية باش تحقق شيء من الاستقرار في البلاد على المدى الطويل، لأن اللي يهدد البلاد اليوم هو كونه تقسم في اثنين وكل واحد يجبد من شيرته وما يلقاوش باللغة الدارجة حزاز، ما يلقاوش شكون يصفي الحسابات ويقرب العباد من بعضها باش تونس تنطلق يعني بكل إمكانياتها وبكل طاقاتها. الحمد لله وأن التكتل إلى حد الآن نجم يقوم بهالدور هذا، لكن باش يقوم به أكثر يلزم يكون هو قوي. يعني ماناش قاعدين ندافعوا على حانوت، قاعدين ندافعوا على مسار فكري، على مجموعة من المواطنين اللي عندهم التوجه هذايا، واللي هم في الحقيقة نشوفوا البرنامج نتاع التكتل نلقاوه يستجيب إلى الأغلبية الساحقة نتاع الشعب التونسي. يعني لو كان تاخذوه بالفصل تلقاه ماهوش يخدم في فئة من الفئات، تلقاه يخدم في المجتمع ككل، ما عندوش يعركة لا مع الأغنياء ولا مع الفقراء، بالعكس هو يحب يجمعهم، يحب يحط الاستثمار في خدمة التشغيل وفي خدمة الطبقات الضعيفة، يحب يحط الدبلوماسية مع البلاد زاد كذلك في خدمة التنمية، حتى لين تونس تولي يحلو فيها الحياة، مش فقط فيها الحريات والديمقراطية، والحمد لله اللي حطينا لها القاعدة الصلبة لها، لكن تحلو فيها الحياة، الإنسان يلقى فيها الشغل، يمشي للسبيطار مستشفى يلقى شكون كيفاش العلاج، يمشي للمكتب يلقى التعليم الجيد. هذا كله يعني يتجاوب مع برنامج التكتل وبرنامج الحزب نتاعنا. لكن إضافة لذلك نعرفوا أن الحملة الانتخابية باش نتوجهوا للمواطن، وكل طرف من الأطراف من المسؤولين من رئيس القائمة إلى حتى المناضلين القاعدين باش يتوجهوا باش يعملوا بالعملية الباب باب واتصال مباشر باش كذلك يقنعوه أنهم في خدمته، وما نجموا يكونوا في خدمته إلا إذا كانوا مطلعين على مشاكل. هذا علاش الأهمية نتاع البرنامج الجهوي باش ينصهر شيئا فشيئا في البرنامج الوطني، وهذا شيء أساسي قبل ما ننطلقوا في الحملة. نتمنى لكم كل خير، لأن في نجاحكم كما قلت ماهوش نجاح حزب فقط، هو نجاح مسار تصورناه كونه يلزم يلم التوانسة وما يفرقهمش. كلمة باش نعاودها وتسمعوني برشا لأنها كانت بمثابة استراتيجية في العهد السابق، اللي كونوا قسمونا وخوفونا من بعضنا. يلزمنا احنا نعملوا كل شيء باش نحيوا الخوف وباش نلموا التوانسة مع بعضهم، ونقولوا لهم نجموا نختلفوا في الآراء، نجموا نختلفوا في الخيارات الاقتصادية والاجتماعية، لكن اليوم ما عادش عندنا الحق باش هالاختلاف هذايا يؤدي إلى انقسام ويؤدي إلى التشرذم يعني بين القوى السياسية وبين المواطنين. وعندنا اليوم قاعدة صلبة اللي هي اسمها الدستور، تعبنا فيه، أعطيناه الوقت اللازم رغم برشا كلام على الوقت الضايع، لكن اليوم عندنا القاعدة هذه الصلبة اللي نجموا نبنيو عليها، واللي هي زاد لمت التوانسة، لأن ما وصلنا لها إلا بعد جهد كبير وبعد الأخذ بعين الاعتبار من الآراء الكل ومن التوجهات والخيارات الكل. تعرفوا اللي صادقوا على الدستور قرابة 200 نائب على 216، وهذا حتى في التاريخ موجودة للدساتير يعني حاجة نادرة، ماهيش حاجة عادية. هذا باش نبنيو عليه، مش معناتها كل شيء تحل بالدستور، يلزم نواصلوا اليقظة باش نحميو المكاسب هذه، كما المساواة بين المرأة والرجل، كما قضية التناصف، كما بعض قضايا أساسية. وهنا نزيد نأكد سي الحبيب تعرفوا عضو ناشط في الخلية نتاع الشؤون القانونية ومواكبة كل النقاشات حول الدستور. يعني عندنا حاجة نتصور نشوف الأجيال هذه القدامي الشابة
نحب نقول لهم اللي في الايام والسنوات القادمه باش تقع الثوره الحقيقيه اللي جابتها ثوره 17 ديسمبر 14 جانفي، واللي جاب بها الدستور، وهي ارساء السلطه المحليه. هذه تلقاو الشابيتر السابع في الباب السابع في الدستور، ماهوش باب كالابواب الكل. الابواب الاخرى هامه وهامه جدا لانها ترسي الحريات، نظام سياسي متوازن، توزيع السلطات بين رئيس الجمهوريه ورئيس الحكومه، هذوما كلهم هامين. لكن الحاجه جديده اضافه الى بعض المؤسسات المستقله اللي تهتم بقضايا وطنيه ذات شأن، السلطه المحليه هذه باش تنحي حاجه كانت ربما سبب من الاسباب، اذا كان ما تكونش السبب الرئيسي، فهالتفاوت بين الجهات واللي نسمعوا به على المناطق المهمشه اللي جابت الثوره، واللي خلات زاد مناطق تلقى فيها البطاله 40 50%، ومناطق اخرى نسبه معقوله. السلطه المحليه باش تكون هي الثوره الحقيقيه بالنسبه للجيل القادم، وان شاء الله تتحط مباشره يعني وبسرعه بعد الانتخابات، وبعد لا تاخذ الحكومه جديده المسؤوليه، وبعد انتخاب مجلس نواب الشعب الجديد. واذا كانت تحطت بالطبع يولي المواطن على الاقل يبدا متاكد وان عنده كلمه في الشان نتاع الجهه نتاعو، تحديد الميزانيه، وعنده استقلاليه في الميزانيه، الى ضبط الاختيارات نتاعو، الى ضبط الاولويات. نجم يقول لهم لا اليوم حاجتي بكياس، والنهار اللي بعد ولا عام ولا عامين بعد يولي حاجته بملعب مش معشب. لكن هو اللي يضبط الاولويات ومش غيره، ما تضبطش في القصبه، تضبط هوني في بن عروس، تضبط في المروج، تضبط في جبنيانه، تضبط في الكاف. كل جهه تعرف بابنائها ورجالها ونسائها، تعرف كيفاش تحدد الحاجيات نتاعها وتباشر العمليه وتراقب وتشوف شنو اللي مشى، وتولي عندها اضافه الى القدره على تحديد الاولويات تولي هي مسؤوله على الانجاز. ما عادش نهار نهارين وهي ماده يدها اش بيكم ما عاونتوناش بيكم ما عطيتوناش. حاجه ثانيه اللي هي مهمه زاده، فكره ماهيش متفسره مليح، هي قضيه التمييز الايجابي. زاد هذا في الدستور، لكن هذا باش يطبق في السياسات القادمه، باش شيئا فشيئا نمشيو لهالكلمه الكبيره اللي احنا موجوده في برنامجنا، العداله الاجتماعيه. توزيع العادل للثروه الوطنيه، هذا شيء هام. وتعرفوا وان تكتل مناضليه ونوابه في داخل المجلس الوطني التأسيسي رغم العدد المحدود كانوا عندهم قدرة كبيرة وبذلوا جهد كبير باش هالقيم هذه والمبادئ وهالخيارات هذه تتكرس في الدستور. والشيء اللي نطالبين واحنا توا كونه ما عادش فقط قوة الإقناع، لأن حزبكم عنده قوة إقناع كبيرة ياسر رهيبة معناتها بالنسبة للمشاركة بتاع التكتل. وكان نقعد في وزنه الانتخابي يقول حاجة متواضعة نسبيا، 20 نائب على 217، أقل من 10%. لكن وقت نشوفوا التأثير نتاعو في المرحلة الانتقالية كيفاش ساهم وشنو الحجم نتاع مساهمته في هالانتقال هذايا وتكريس هالاهداف هذه اللي نحكيو عليها توا كنا الدستور. لكن وصول تونس اليوم باقل التكاليف، ما نقولش في وضع مثالي، باقل التكاليف الى تنظيم انتخابات ان شاء الله تكون المحطه الاخيره في مسار الانتقال الاول. الحجم هذايا لو كان يبدا كبير بالطبع باش يولي تاثير الحزب نتاعنا اكبر، وخاصه في بالنسبه للفتره اللي باش تكون اطول، لان 5 سنين راهي مهمه، باش تكون مرحله انتقاليه هامه وهامه جدا. لان ما زلنا حطينا الساس نتاع الديمقراطيه، لكن يلزمها تتبنى الديمقراطيه، وما يبني الديمقراطيه كان الناس اللي تامن بالديمقراطيه بالطبع مش ماهيش كرافات واحد يلبسها فيها دقيقه ولا بعد الثوره والله انا حتى انا ديمقراطي غلط، فهمتني؟
الديمقراطي هو الناس اللي الانسان اللي يؤمن بالديمقراطيه واللي كذلك ناضل من اجلها ودفع من اجلها ثمن ومارسها وقت اللي جات مناسبه باش مارسها وبين وانه ديمقراطي في الحق. يعني اولا يقبل الراي المخالف كفلسفه كسلوك يومي، وكذلك يقبل الربح ويقبل الخساره. مش وقت اللي يربح ديمقراطيه خارقه للعاده ونهار اللي يربح المنافس نتاعو يولي يهدد المؤسسات ويتم حل المؤسسات وحتى شيء موقع ومدخلين البلاد في حيط ويلزمكم ترجعوا لنا الحكم الى غير ذلك. وتعرفوا شنو اللي نقصد في الثلاث سنوات هذه مرينا بها وشفنا فيها العجب. واليوم هذا الكل تفسخ والعباد الكل ولات ديمقراطيين ولو يامنوا بالمؤسسات. على كل حال باهي اذا كان واحد يطور في الاتجاه الحسن مرحبا به ونتعاملوا معاه. كما قلت الكلمه الاولى والاخرى راهي تونس للتوانسه الكل. تونس للتوانسه الكل، رجال ونساء شباب اطفال اللي قاعدين نهيئوا لهم في المستقبل، واللي فرق يلزمنا نقولوا له لا. هذه هي المدار، وان شاء الله مربوح.